السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا حلو جديد. تسميه كيك بالشوكولاتة ماشي، تسميه تشيز كيك زي ما تحبي، المهم إن هو مش هياخد منك تزيين كتير ولا وقت كتير، وكمان الكيكة معمولة ببيضة واحدة للمبتدئين، فتابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف الحلو ده اتعمل إزاي. اول حاجه كده انا هجيب بوله وهجيب كوبايه من الدقيق لجميع الاغراض، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من النشا، رشه ملح، ومعلقه واحده بس من الكاكاو الغامق الاسباني. وهنخل كده كل المكونات دي مع بعضيها بالشكل ده، وهقلبه كده كويس واركنه على جنب، واجيب الخلاط بتاعي وهستخدم بيضه واحده بس زي ما اتفقنا بدرجه حراره المطبخ، معلقه صغيره من الخل، نص معلقه صغيره من الفانيليا، نص كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من الميه، او ممكن تستخدمي الحليب مفيش مشكله، بس اهم حاجه يكون دافي. وهضربه كويس جدا في الخلاط لغايه ما يدوب معايا السكر تماما. هنزل بقى بيه على المكونات الجافه واقلب كويس كده لغايه ما تجانس الخليط تماما. وهجيب صينيه مقاس 24 وهدهنها كويس جدا، وهنزل بيه منديل ورقي زي ما اتفقنا قبل كده، وده بديل لورق الزبده. وهنزل كده بالخليط وهحاول اسويه، وهفتح الفرن على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه في وسط الفرن. تمام، هتطلع معايا بالشكل ده الكيكه حلوه جدا وهشه. انا هقلبها معاكم بقى وهعين المنديل الورقي بكل سهوله هيطلع معايا بالشكل ده. انا هجيب كرتونه كده على قد الصينيه اللي انا عملتها واقصها، وهستخدم الصينيه اللي انا عملت فيها الكيكه وهغلفها كده بورق الزبده زي ما انتم شايفين كده، ممكن تستخدمي اي ورق متوفر عندك، وهلبسه كويس وهنزل بيه الكيكه بالكرتونه اللي انا عملتها. انا هجيب بقى الكريمه، نص كوبايه من الحليب، معلقه سكر، معلقه بس كريم اختياري، ومعلقه لبن بودر، وكوبايه الا ربع من الكريم شانتيه البودر اللي هو بدون سكر. وبعد ما ضربتهم كويس في المضرب هنزل بيه معلقتين كده كبار من الجناش اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، واحط اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طبعا هنزل كده بالخليط كله الكريمه على الكيكه. عايزه تسقي الكيكه مفيش مشكله، مش عايزه خلاص هي طريه جدا وكمان طريه وهشه. هنزل بقى كده بالجناش اللي احنا عملناه زي ما اتفقنا، وهسيبه كده ليله كامله في التلاجة واطلعه بالشكل ده. طبعا عايزه تحطي كيس عشان يسهل طلوعه اكتر مفيش مشكله. انا هعين كده الورق الزبده بكل سهوله واسويه. بعد كده انا جبت الطبق الدوار علشان بس يسهل تسويته. طبعا انت مش هتستخدمي بقى فينش كتير وانك انت تقعدي تجلسي كتير في الكيكايه، هي متجلسه جاهزه سوداني كده مجروش على حروف الكيكايه. طبعا هي متلجه جدا، وطبعا انسب حاجه تقطعي بيها اي حاجه حلوه، يعني الكيكات تشيز كيك اي شيء احسن وقت تقطعي فيه بتكون متلجه. تمام، فانا هقطعها كده بالشكل ده معاكم. طبعا بعد ما بسخن السكينه وبمررها على نار واقطع براحتي، طبعا بتتقطع بكل سهوله. ده نفس الجناش اللي انا استخدمته فيه الوش من فوق وكمان في الكريمه من جوه، نفس الجناش. هعمل كده خطوط بالشكل ده، وهجيب فراوله وعلى الحروف كده بالمنظر ده. شكلها بصراحه ادت كده شكل حلو في الاخر، يعني احمر كده مع اصفر مع البني، بصراحه شكله جميل جدا. عايزه اقول لكم الكيكه جميله جدا. طبعا انا سبتها تستريح شويه، ما تخافوش ان قوام الكريمه ممكن تهبط ولا حاجه. اهم شيء ان انت تقللي سوائل في الكريمه. انا طبعا حطيت تقريبا نص كوبايه كمان من الميه، انا ما قلتلكوش الميه مثلجه او حليب مثلج، انت ممكن تقللي عن كده علشان قوام الكريمه يكون ثابت معاكي وما يهبطش بسهوله. طبعا ده الشكل النهائي بتاعها، طعمها جميل جدا، خفيفه وفي نفس الوقت طعمها حلو، الشوكولاته باين فيها. وكمان لما تهدى شويه الكيكه هتبقى طريه معاكي مش محتاجه اي سقيه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.